السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعساكم بخير طيبين. عائلتي الإلكترونية حتى أنا بخير بدعواتكم. اليوم سوينا إدام دجاج مرة لذيذ، حبيت أشارك معاكم. واللي جدد في قناتي لا ينسوا المشاركة ويسووا سبسكرايب ولايك. طب نبدأ ونقول بسم الله. أخذنا مقلاة وحطينا عليها زيت زيتون. أنا استخدم زيت زيتون، انتوا أي زيت تحبوه ممكن تاخدوه عادي. وحطينا عليه معجون توم وزنجبيل وشويناه شوية، وبعدين زدنا عليه بصل قطعناه مربعات صغيرة، وبعد ما طبخناه كده 5 دقايق فزدنا عليه الطماطم. حتى الطماطم تقطعوه كده مربعات صغيرة ونسويهم ميكس زي الناس، نخلطهم وبعدين نضيف عليه الدجاج. أغسل الدجاج وأحطه في الصفاية عشان مويتها الزايدة كلها تخرج. وبعدين لما يتغير لون الدجاج فنضيف عليه البهارات. هي بس 4 أشياء اللي حطيت في الدجاج: فلفل أخضر، ملح، وفلفل أحمر، وكركم. بس ما تحطوا شي تاني، لا فيها قرفة ولا فيها ورقة الغار ولا حاجة. وبس نغطيه دحين بعد ما نخلطهم زي الناس، ونغطيه ونخليه ينطبخ حتى يستوي الدجاج. فنجهز باله اللبن، اللي أهم نقطة في الطبخة دي هي هذه التشتني واللبن. أنا مسوية تشتني في قناتي، تلاقوا الطريقة، بس أقول لكم هي بس نعناع وفلفل أخضر، ونخلطهم في الخلاط، وبعدين نضيف على كوب لبن ونحطه على الجنب، ونشوف الدجاج صار جاهز ولا لا. إلا صار جاهز ما شاء الله. الزيت طلع على الوجه وريحته ما شاء الله تقتل. بس دحين نضيف عليه اللبن نضيف لما نيجي نقدم الإدام أو نيجي ناكله، ما يعني نحطه من قبل نص ساعة أو كده، لا. هذه لازم يعني تكون على الوجه باين اللبن. خلاص كده الإدام صار جاهز، مرة 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 طعم الحمد لله. فنستأذن ونقول مع السلامة، نشوفكم تاني في فيديو جديد مع وصفة جديدة.